وقف أعذار بقى. مفيش حاجة بتمنعك إنك توصل للي أنت عايزه. كل ما تلوم غيرك أكتر، كل ما بتضيع وقتك أكتر. كل ده تشتيت. الحقيقة إن المعركة الحقيقية أنت ضد نفسك. الفكرة دي لو استوعبتها هتبوظ كل اللي كنت فاكره، وفي نفس الوقت هتسهل كل حاجة، لأنك هتكتشف إن العائق الوحيد كان دايما أنت. السؤال دلوقتي، هتبطل أعذار؟ جاهز تواجه الحقيقة؟ كتير من وقتك بيروح في الشكوى إن الدنيا ظلمة، أو الفرص قليلة، أو في ناس ضدك، وده كله تضييع وقت، لأن العدو مش بره، العدو جواك. أي هدف معادلته بسيطة، حطه قدام عينك، اتحرك ناحيته، تقابل عوائق، تتعلم وتتطور وتكمل. الفرق الوحيد بين اللي بيوصل واللي ما بيوصلش إن واحد كمل والتاني استسلم. ليه بنستسلم؟ عشان بنعقد كل حاجة، نسيب دماغنا تسرح فنحس إن الدنيا تقيلة، فنرجع لمنطقة الراحة، سوشيال ميديا، أكل، عادات سهلة. وده اختيارك أنت، مش الحكومة، مش حد شرير، أنت. أول خطوة للتغيير إنك تعترف بده. دلوقتي نطلع من الدوامة. أول حاجة ريست. غير بيئتك، نظف المكان، قلل التشتيت، خلي حواليك هادي. البيئة السلاح، ولو مهملها انت بتخسر قبل ما تبدأ. تاني حاجة أكلك. قلل الصناعي وكل أكل حقيقي، ده هيظبط مزاجك وتركيزك وصحتك. وابعد عن المكملات إلا لو محتاجها طبياً. تالت حاجة الحركة. الرياضة مش رفاهية، دي بتنظف دماغك وترفع ثقتك. حركة بسيطة كل يوم ممكن تغير حياتك. بعد الريست حدد اتجاهك، انت رايح فين؟ عايز ايه؟ اكتبه بوضوح، وبعدين شوف أقرب خطوة، مش الخطة كلها، بس الخطوة الجاية. كل يوم 3 ل5 حاجات صغيرة تقربك لهدفك. ومع بيئة نظيفة وجسم متوازن وعقل هادي، مش هتعرف توقف نفسك. انت تدخل المعركة راسك مرفوعة وعينك ثابتة، وتسيطر على نفسك وتكمل.